وبين بوسينغوا وبين راؤول ميريلس الغائب عن مباراة اليوم. يا لها من لحظات مدوية ولحظات حاسمة ولحظات تاريخية في تاريخ البلوز. يرتقي عاليا المجد الكروي وقد أصبح سيد أوروبا بلا منازع. هذا المساء بطل أوروبا جديد، لكنه ليس بطلا يهدي إنجلترا بطولة أوروبية جديدة. ماذا عساه أن يقول اللي أصوله إيطالية للإيطالي الذي قدم عملا كبيرا جدا في كرة القدم الإيطالية وفي كرة القدم الإنجليزية. يا لها من ابتسامة المنتصر، ابتسامة كبيرة هذا المساء لروبرتو دي ماتيو. لا أعتقد أن بعد هذا المجد سيفكر أبراموفيتش في مدرب آخر، لا في كابيلو ولا في غوارديولا ولا في بقية الأسماء. هذا زمن دي ماتيو في نادي تشيلسي. البلوز يبتسم، انجلترا تبتسم، وفخر لندن هكذا يطلق الأنصار والمحبين على هذا الفريق. إنها ليلة البلوز، إنها ليلة الفريق الأزرق. وإذا كان بطل إنجلترا هذا العام بالألوان الزرقاء، فإن بطل أوروبا هذا العام كذلك بالألوان الزرقاء. ولاحظ أن اللون الأزرق يعتلي قمة كرة القدم الأوروبية. لحظات للمجد تسجل وتدون في هذه اللحظات، لأن الابتسامة كبيرة والقلوب منتعشة والقلوب تسجل اليوم. لكن في المقابل لدينا الحزن الكبير من أريان روبن، والحزن الكبير من كل الأنصار لفريق نادي بايرن ميونخ، لأنهم لم يكن إطلاقا يتصوروا أن الليلة الكبيرة في معقل أليانز أرينا وفي مقاطعة بافاريا وفي ميونخ ستتوقف بتعليمات هذا الكبير ديدي دروغبا، الذي معه الآن نجوم تشيلسي ولاعبي تشيلسي وأبطال تشيلسي يعتلون الهرم الكروي من أوسع الأبواب. وقد جاءت اللحظة المناسبة التاريخية المنتظرة، كأس أوروبا بأيادي تشيلسي، كأس أوروبا بأيادي تشيلسي، كأس أوروبا. لحظة تاريخية لدروغبا وبقية الرفاق. بلاتيني يبغي اللحظة المناسبة انه يهدي دروغبا. كأس أوروبا، كأس أوروبا. مبروك تشيلسي، تشيلسي سيد أوروبا بلا منازع، يعتلي قمة كرة القدم الأوروبية ويعلن بطلا جديدا وكبيرا ومثيرا لأرقى بطولات الأندية الأوروبية. إنها ليلة البلوز، إنها ليلة الزرق، إنها ليلة تشيلسي ودروغبا وبيتر تشيك ودي ماتيو. هذه ليلة لفرح كبير لكرة القدم الإنجليزية، وعلها تكون حقيقة بعد ذلك بداية لعودة المنتخب الإنجليزي للفوز ببطولة الأمم الأوروبية، لأنها لا زالت البطولة التي لم يحققها الإنجليز، لكن ربما فوز فريق نادي حقيقة تشيلسي. نشاهد الآن دروغبا ونشاهد بقية اللاعبين ونشاهد كأس أوروبا التي استحصت على تشيلسي في عام 2008 أمام فريق نادي مانشستر يونايتد بركلات الترجيح. 4 سنوات مرت و4 سنوات انقضت والحلم يتجدد. والأمسية هذا المساء جوهلينو بوسينغوا يرفع الكاس وبقية اللاعبين يتناوبون على رفع الكاس الغالية المثيرة الجميلة بعد برشلونة. الدور على بايرن ميونخ، وبعد أن أسقط البطل يأتي الدور على الفريق الذي توج 4 مرات في مشوار دوري أبطال أوروبا. هذه ليلة إنجلترا وهذه ليلة نادي تشيلسي، الفريق الذي يبتسم الآن ابتسامة كبيرة أيها السيدات والسادة. وقد وصلت
اللحظات الأخيرة وكانت سعيدة، كل السعادة للفريق الكبير سادس الدوري الإنجليزي بطل كأس إنجلترا. هو الفريق الذي يعتلي الحرم الأوروبي الكبير ويصبح الفريق الذي سيمثل قارة أوروبا في بطولة أندية العالم في اليابان أيضا حصريا عبر الجزيرة الرياضية. أيها السيدات والسادة، يوم كبير بكل ما فيه، كان مثيرا منذ اللحظات الأولى وكان مثيرا حتى في الأوقات القاتلة، وكانت الإثارة قمة الإثارة في ركلات الترجيح. يبتسم هذا المساء وهذه الليلة للمدرب الصغير روبرتو دي ماتيو، ولا يبتسم هذا المساء للكبير يوب هاينز ولا لجوميز وبقية الرفاق، لكنها ليلة الفرح للفريق اللندني الذي مرة أخرى، هذا باولو فيريرا طبعا ما شارك في مباراة اليوم لكنه سجل اسمه مع بورتو بطلا مع مورينيو، ويسجل اسمه اليوم كذلك بطلا مع فريق نادي تشيلسي. ولاحظ أنه في المرتين توج مع الفريق